هاي، اهلا بيكم. معاكم دكتور سلفانا يسري من صيدليه دكتور ماجد خالي. هقول لكم النهارده على شويه حاجات كتير مننا بيعملها كل يوم وما يعرفش ان الحاجات دي بتأذي شعره وبتسبب تلف الشعر وبهتانه وتقصفه. زي مثلا ان ممكن حد لسه في سنه 2023 وواحده لسه بتيجي تسرح شعرها بمشط بلاستيك وما تعرفش ان المشط البلاستيك ده بيأذي شعرها لحد دلوقتي. بدل ما تستخدم مشط خشب زي مثلا مشط انكيتا الهندي ده مشط خشب منقوع كمان في زيوت، فما بيأذيش الشعر ولا بيسبب تلف ولا تقصف للشعر. تاني حاجه، بشوف ناس كتير كل يوم قبل ما ينزلوا ويخرجوا من بيتهم يقوموا بلين شعرهم الاول. وخلي بالكم يا امهات عشان انتوا بتعملوا الحركه دي مع الاطفال، تبلوا شعرهم الاول وبعد كده تحطوا الكريم وتسرحوا الشعر. كل يوم نبل شعرنا، ده غلط جدا جدا جدا، هيقصف الشعر ويخليها بهتانه ويخليها متقصفه وتلفه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتسبب تلف الشعر ان احنا كل شويه نلجأ للحراره. يعني ايه نلجأ للحراره؟ الناس اللي بتستخدم كل شويه مكوى، كل شويه تتعمل فير، الناس اللي